ده ايه بقى ان شاء الله؟ ايه اللي بتعملوه لنا النهارده ده؟ شايفين التناسق، شايفين الالوان. العين كتاكل قبل ده ايه؟ انا شايف مكرونه ده وعدس اكله بجبه. اسمها حراق بصباعه. حراك بصبعه؟ حراق بصبعه. الناس كتقول عليه، انا عارفه تركيا ولكن الناس كتقول عليها سوريا. ودخلوا شوفوا الطريقه والعمايل ديالها كيفاش غنديروها. ماشي، نشوف مقاديرها ونشوف الايه وطريقه العمل. بصوا يا جماعه، حاجات غريبه مراتي المغربيه بتعملها، زوجتي المغربيه بتعملها. عامله لي مكرونه، قلت هتعمل بشاميل، ابص الاقي بصل محمر، ابص الاقي كزبره متقطعه. الله، يبقى مش بشاميل، امال ايه؟ ابص الاقي كده هتعمل كشري. لا مش كشري، مش كشري. السلام عليكم، كي دايرين متابعينا الزوينين؟ عدس بجبه. المتابعين الزوينين الحلوين. احنا هاد العدس حطينا فيه شويه البزار وشويه الملحه طرجم، ملح وفلفل اسود، شويه البزار وشويه الملحه ومكعب ماجي. وسلقنا المكرونه. المكرونه هي سلقتها وهنحطوها. مش عايزه تقول لي هتعمل ايه؟ نحطوها هنا. انا عارف بصراحه، هي عملته قبل كده، بس انا اقول لكم بس ايه، احط المكرونه المسلوقه هنا، مش مسلوقه قوي، صح؟ مش نص سلقه، يعني زي البشاميل، زي بتاعت البشاميل، يعني مش مستويه قوي، 3/4 سوا. وغادي نقلبوا. بعدين بتقلبها. نخلوها، نعلو عليها النار. وحنا عاوزينها هي كدار بالمكرونه الفيون. الاكله دي نوعها هي مش مصري اولا؟ لا مش مصري، وهي مش مصري مش مغربي كمان. الاكله ايه بقى؟ الاكله دي كيتقال عليها حراق بصبعه. احنا عاوزينها حراق بصبعه. احنا عاوزينها يعني ياكلها صباعه هيولع. هي مسميتها حراق بصبعه دي. حراق بصبعه كدار. هنحطوا فيها دبس الرمان. شفتوا دبس الرمان؟ معليش، احنا غنخلوها تتخلط مزيان، ولكن غنحطوا دابا زي دبس الرمان كميه زوينه من دبس معلقه الرمان. كبيره دبس الرمان، معلقه تقريبا، نزيدوا معلقه. احنا عاوزين انا اكلتها يا جماعه قبل كده، بس انا كنت ناسي الطريقه والبتاع. نخلوها تتعجن مع بعض. احنا عاوزين المكرونه تتعجن لينا مع العدس. المكرونه تتعجن. وغنحطوا هنا غنديروا بصراحه انا عجبتني طعمها، يعني ممكن المصريين ياكلوها. احنا غنديروا اش غنديروا هنا؟ غنديروا سميها ليا تقليه بايه؟ احنا غنديروا التقليه بايه؟ غنديروا شويه زيت. هاد الزيت حنا نعديره في البصل. ماشي، لزيت البصل يا جماعه عشان ما نرموش. الزيت اللي حمرت فيه البصله، هتحمر فيه التومه. حمر فيه التومه. خليها هذيك، خليها انا عارفه. ماشي. انا عاوزاها تتعجن باش نحط عليها. هي مش تتعجن انا عارف، بس هي بتبقى طريه شويه. ايوه انا باغاها يعملها 3/4 ساعه. علاش هما تيديروها بالمكرونه الفيونكات باش تتعجن مع بعضياتها. ده التومه هتحمرها. هنحمرها ونحط معاها تحمريها شويه. تحمر شويه، نرجعوا معكم تسخن معنا هذه ونرجعوا معها. غنحطوا الكزبره الخضراء. انا بتحمر التومه. قالك هذه مش تقليه ولا مش تقليه؟ بيسموها تقليه، احنا بنسميها تقليه. ايوه. يعني دي تركي بتقولي؟ هي انا قلت تركي، ولكن واحده سوريه قالت لي مش تركي، دي سوريه والله. كل واحد حراق بصباعه، مالهاش اسم تاني؟ لا حراق بصباعه. انا عارفه على علمي انا كان عارفه تركيه، ولكن قالت لي واحده سوريه، قالت لي لا دي سوريه. اللي بغى ينسبها لي مش مغربيه مش مصريه. المهم اللي طعمها حلو وتتاكل مصري يا جماعه. صراحه طعمها جميل، انا اكلتها قبل كده افتكرت. غادي نحطها عليها. في ناس كتحط عليها، في ناس كتحط على الوجه. حنا غنحطوا شويه ونخلوا شويه نحطوا على الوجه. يعني تقلبي شويه وكلي شويه. نحطوا. ماشي، حلو. من غير ملح ولا حاجه بقى ولا؟ ما حاطه الملحين. لا معاها يعني. شايفين كتجي ريحتها. الكزبره والثومه الطشه دي حط فيها.
هي عاوزينها هنا ما تقولوش تقرا معجنه، ولكن هنا احنا باغينها كده الاكله دي هكا كتطلع. غنعصروا ليها الحامض. هي الناس كيحطوا فيها حامض كتير، ولكن انا ما كنبغوش الحامض كتير. نعصروا فيها وحده ليمون يعني يا جماعه، الحامض اللي هو عندهم اسمه ليمون. انا كنهضر بلغتي، انا من الاول قلت لكم القناه دي انا كنهضر بلغتي وهو كيترجم لكم بلغته. ليمون، حطيت ليمونه. ما تنساوش تتابعونا، على عجبكم الفيديو ما تنساوناش تتابعونا في القناه. اهم حاجه التقليب ده. انا حامل حاجه العجينه نعجنها. يلا خلاص دابا كيف غادي نقدموها. يلا هتقلب كده. بسم الله. كده تقلبها في الصينيه دي. هي دي طبختنا. انا درت سلقت المكرونه باش ما نطولش في الفيديو. الفيديو لا كان طويل الناس بتزهق منه. تحطي لها الخبز محمر من الفوق. ما انا ما درتش لها الخبز محمر من الفوق. انا فاكر حطيت خبز محمر. ديروا انتم الخبز، انا ما عنديش خبز خفيفة. الخبز السوري هو الخبز المحمر يا جماعه زي الفته كده بتاعتنا. ايوه الخبز المحمر بيبقى طعمها جميل جدا بره، ما قرمشه كده وانت بتاكلوا المكرونه. أيوة. نحط هاد شويه تقليه الفوق نزينوا بيهم بقى. تاكل يا جماعه وهي يعني تعتبر سخنه، تتاكل وهي سخنه. الخبز ديروه، انا ما عنديش خبز ما درتوش. الخبز محمر مقلي في الزيت. ده الشكل النهائي بتاعها. حطي كمان ايه رمان. يا سلام، يعني حطيت دبس الرمان، هتحطي رمان دلوقتي. الناس هتقول ايه التخاريف دي، والله العظيم دقتها طعمها جميل. ايه رايكم بقى؟ ومع العيش المحمص. مع العيش المحمص روعه. انا العيش المحمص ما عنديش ما درتوش. او مع صح انا نسيته بس حبه صغيرين كده بس. بدي طعم جميل يا جماعه. اكله في العشاء دي جميله والله العظيم زي ما قلت لكم. شايفين هي دي الاكله ديالنا بعد ما خلصت. ما ايه حراق بصباعه. حطوا معاه العيش السوري مقلي في الزيت. ولا اللقاء في حلقه جديده. ما تنسوناش من اللايك واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله.